في جريده الكلام اللي اهله قايله مهدي عاكف في جريده كويتيه النهارده برضو قريته حاجه رهيبه. لا ده حكايه الاستاذ مهدي ده، لانه اولا باسم يوسف يتطاول على اسياده. تصدق تخيل ان ده يبقى، ده انت لو سيد ما تقولش كده، وحيب لو جداً. السيد ما يقولش كده. وبعدين الدكتور باسم يوسف ده كما تعلم ده شخصيه محترمه، ده جراح عالمي، وجراح عالمي، حكايه كبيره يعني. ما هوش يعني، وبالاضافه دوت فنان موهوب. بالظبط، فنان موهوب جدا، مثقف حقيقي. وبعدين السيد مهدي عاكف يعني طبعا لا اقلل منه، ولكن هو راجل هو كان مدرس العاب رياضيه، وده ما يقللوش يعني، وكان مسؤولا عن التنظيم الخاص اللي قتل ناس، واخد بالك. وبعدين طول عمره بيشتغل بره. ايوه، جزء يعني من حياته كبير اشتغلوا بره. ما يصحش ان انت تقول اسياده ليه بأمارة ايه يعني. وبعدين الاخطر من كده يقول ايه على الحكم بتاع محكمه الاستئناف؟ قال ايه؟ قال ان القضاة يتدخلون فيما لا يعنيهم، لان ده قرار رئيس الجمهوريه، وكأن رئيس الجمهوريه ده قراره يعني استغفر الله العظيم من السماء. وحتى يعكس جهل السيد مهدي مع احترامي ليه بوظيفه القضاء. مفيش قضاء بيتدخل فيما لا يعنيه يعني. لا ده هو مفيش، لا صحيح يعني ايه كل شيء يعني القضاء. ده هو في رئيس جمهوريه بيتدخل فيما لا يعنيه، يعني في رئيس جمهوريه الحقيقه بيتجاوز سلطاته عشان يعتدي على السلطه القضائيه. لا وبعدين بيقول ان هيشيلوا 3000 قاضي، هيزيدوا 3000 قاضي، حاجه عاديه يعني. ما هو القضاء ده حضرتك لما جاب النائب العام الساعه 2 الصبح ودخله في حمايه ميليشيات الاخوان، وجه بعد كده الاستاذ عمرو الليثي ساله ليه ما تشيلش النائب العام؟ قال له لا ما اقدرش اتدخل في القضاء. حلو، لا قالوش كده، قال له انت عايزني اتدخل في القضاء يا ابني؟ لما تطلع محكمه الاستئناف اساتذه قانون كبار زي الدكتور نور فرحات والدكتور حسام عيسى بيقولوا خلاص هذا النائب غير شرعي بهذا الحكم، والطعن لا يمنع التنفيذ، يبقى يتكلموا على فساد القضاء. واخد بال حضرتك؟ يعني هو ده العالم دي الطريقه، ده العالم الافتراضي.